السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. معانا النهاردة كفتة داوود باشا، عاملاها بطريقة مختلفة. كنت قبل كده عاملاها بطريقة تقليدية خالص. هنا جودت فيها شوية حاجات بسيطة خالص. ده ربع كيلو لحمة، ربع كيلو لحمة مفرومة. تعالي أقولك هنزوده بإيه، وإيه الفكرة اللي عندي اللي ممكن أقولك عليها. أنا هنا معايا دي بقدونس، معايا بصلاية كبيرة، البصلاية دي كبيرة مش صغيرة. قرن فلفل ده مش حراق، ده بارد. لو عندك فلفل رومي حطي بداله فلفل رومي. فلفل اسود، معايا كمون، معايا 7 بهارات، كام فص توم، ومعايا ملح. والطبق اللي الاسود ده فيه حبة دقيق، بس انتي بقللي حبة الدقيق عن كده عشان انا زودت الدقيق شوية. المهم، هنا انا هاخد البصلايه الكبيره بتاعتي دي هفرمها. تمام. وابتدي ان انا انزل الخضره بتاعتي اللي هي البقدونس. هي بس بتدي شكل برضو وبتدي ريحه، بتدي طعم حلو. وهنا فصوص الثوم همسكها برضو ابشرها في قلب المبشره كده، او ممكن تدوقيها لو عايزه تدوقيها دوقيها. وهنا قرن الفلفل برضو بشرته. حلو الكلام، حلو الكلام. هنا هحط حبه 7 بهارات، او عندك بهارات مشكله ايا كان البهارات اللي عندك، حبه فلفل اسود، حبه كمون. ضبطي الملح بتاعك، خلي بالك عشان اللحمه المفرومه بتخم في الملح بتاعها. يعني حطي حبه، وحاولي كده تدوقي بطرف لسانك كده ظبطت ولا تضيفي تاني. بس انا هنا بقولك همسكها ادعك ادعكه. يعني هفرمها كده، امسكي على قد ما تقدري، امسكي دعكاها جامد 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 جامد. حلو الكلام. هنا انا كنت دعكتها. هبتدي ان انا اخد حته حته كده، كوره كوره كوره. هبتدي ان انا اكورها. بصي يا ستي، الفكره بتاعتي لو احنا مثلا 5 افراد في الاسره، وده ربع كيلو لحمه. انا هنا مثلا الكور اللي انا عملتها 15 كوره. حلو الكلام، حلو الكلام. هبتدي ان انا احط طبق مكرونه، وعليه 3 كور لحمه من على الوش. ده لكل فرد. فاهمه فكرتي؟ فاهمه قصدي؟ ان انا طبق مكرونه احط 3 حتت لحمه ما شاء الله برضو. 3 حتت لحمه المكورين دول ما شاء الله برضو كبيره، يعني مش صغيره. فهمتيني انا عايزه اوصل لك ايه؟ يعني انت ربع ممكن ما بدل ما تجيبي اكله هتروحي تدفعي هي ال 100 جنيه. والله العظيم ما فيش اي اكله دلوقتي انت بتنزلي تفرتكي ال 100 جنيه في لحظه وما بنجيبش حاجه. والله العظيم ما بتكوني جبتي حاجه. بتجيبي يعني على قد البيت كده، على قد البيت اللي محتاجه خلاص. فدي برضو حاجه مفيده، حاجه على قد الايد برضو. ودي فكره انا بقولك عليها، ان انت طبعا من كل فرد من اسرتك طبق مكرونه و3 حتت كور لحمه. انت تخليها 15 حته كوره، بحيث ان كل واحد ياخد 3 كور. وما شاء الله يعني هي كلها لحمه اهي برضو، والبصلايه بترمي معاكي بتزود معاكي. انا عايزه اوصل لك بس فكرتي، فانتوا اكيد فهمتيني تمام. وهنا طبعا زي ما قلت لك بقللي بس من الدقيق، عشان انا هنا حطيت معلقتين دقيق، انت حطي معلقه واحده. حلو قوي كده. انا هنا طبعا كنت سلقت المكرونه. هعمل برضو المكرونه بطريقه كده حلوه، او طريقه جديده. يعني انا بعمل المكرونات كذا طريقه. وهنا كنت ضربت الطماطم في خلاط. وهنا حطيت حبة زيت وحطيت معلقة صلصة، طبعا بسيبها تتسبك شوية بتطلع المواد الحافظة بتاعتها كده عشان تبقى آمنة. هي كل الحاجات دي أصلا غلط، بس يعني ايه، القوطة بتاعتنا برضو مش حمرا، اللي هي البلح دي ومش حمرا. تمام. هنا خلاص تكتكت كده، وحسيت ان هي خلاص طلعت المواد الحافظة بتاعتها وتمام. هبتدي ان انا اسقط الطماطم بتاعتي وهسيبها. هظبط الملح بتاعها، احط رشة فلفل اسود. احط ايه تاني؟ وبس. دي ما حطيتش فيها حاجه تاني، ما جودتش فيها حاجه تاني. هو ملح وفلفل اسود والكاتشب. دي التكايه بتاعتي في المكرونه. طبعا هي اللذيذه ما فيهاش كتير، بس يعني يا دوبك ايه، 3 معالق كده كبار. على فكره بيدوا مزازه كده للمكرونه. وطبعا اعملي المكرونه اللي تريحك، اعملي الطريقه بتاعتك اللي تريحك. بصي انت، انا ممكن احط حاجه انت مش حباها، وممكن انت تضيفي حاجه انا مش حباها، فانت ممكن تشيلي حاجه وتحطي بدلها حاجه. دي حاجة برضو ترجع لك، التكات دي ترجع لك انت. طاسة فيها حبة زيت صغننين مش كتير، دول حبة صغيرين خالص، اقل من ربع كوباية زيت، اقل بكتير كمان. هنا انا بقولك ان انا هنا برمض، بطلع الدقيق الزيادة من قلب الكورة، بلفها كده في ايدي وابتدي ان انا اسقطها في قلب الزيت. تمام تمام. موضوع سهل وبسيط وحلو قوي. هنا ابتديت طبعا احطها. ما بتتقلبش اول ما بتتحط بالمعلقه، مستحيل، يعني عشان خاطر ايه، ما تفكش منك. بس هو عامه هي مش هتفك منك، مجرد ما انت نزلتيها في الدقيق هي مسكت خلاص. هي مسكت. هنا انا ابتدي بقى بقلبها كده، وبخليه ايه، اللي اتحمر يتقلب على الناحيه التانيه. هنا كانت اتحمرت، وبرده ايدي في قلبيها. ما تعليش النار وما توطيش النار، نارها وسط. وما تخافيش، هتستوي 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 هتستوي.
هنا كنت خلاص ابتدت ان هي تحمر وخلاص طلعتها من قلب الطاسه. في نفس الطاسه دي بقى في قلب البهاريز اللي نزلت كده من اللحمه بصلايه، وقلبي برضو البصلايه. انا طبعا هزود لها او انا هرمي اللحمه تاني مع البصل، بس انا بقول هنا بقول لك ان انا ممكن تقلبي بالبصل بالمعلقه، ما تعمليش الحركه بتاعتي دي عشان ممكن ما تبقاش امنه يعني. قلبي برضو بالمعلقه، واول ما الكفته تحسي ان هي شدت معاكي ممكن تقلبيها بالمعلقه عادي برضو. هنا انا برضو اول ما البصلايه بتاعتي هتحمر هبتدي انا هنا هرش حبه ملح صغيرين، عشان خاطر طبعا انا حاطه ملح في اللحمه فعشان ما تبقاش حادقه معاكي قوي. اول ما البصلايه تدبل هبتدي ان انا ارمي كرات اللحم ديت في قلب الطاسه بتاعتي، وهحط نص كوبايه ميه. الميه دي هتتقل وهتعمل صوص كده تقيل، ما تخافيش مش هتبقى صيصه يعني. في ناس بدل ما بتحط نص كوبايه ميه بتحط بدلها طماطم، او ممكن معلقه صلصه في حبه ميه وتحط يعني ايه تبقى حمرا مش بيضه. بس انا حسيت ان الجو حر، مش طالب خالص حاجه مسبكه، مش طالب حاجه خالص بقوطه، مش طالب يعني خلينا كده خفاف خفاف. هي كانت خفيفه وحلوه، وانا زي ما بقولك هحط نص كوبايه ميه واسيبها. وطي بقى عليها اول ما تحطي الميه وغطيها، اهم حاجه انك تغطيها. اللحمه هتستوي انا بقول هنا رفعتها بقولك يعني ان انا وطيت عليها، وان الميه دي كلها هتبقى صوص كده تقيل. هنا بصي بعد ما غطيتها وخلاص حسيت ان هي استوت، بسيبها بالظبط 10 دقايق مش كتير، واقل من 10 دقايق كمان، بوريكي ان الصوص بتاعها تقيل. وهنا المكرونه بتاعتي كانت خلصت تمام. والكفته بتاعتي داوود باشا، بجد جربوها وحلوه قوي. انا كنت عايزه اعمل الاطباق المكرونه واحط فوقها كرات اللحم، بس قلت ايه انا قلت اقولها لكم وانتوا بيعملوا كده. يا رب يكون الفيديو خفيف وعلى قلبكم، ربنا يسعد قلوبكم يا رب ويرضيه. متنسوش اللايك والشير. شكرا.